بسم الله الرحمن الرحيم. كنا نعلم بأن المتحاورين سوف يختلفون في أول تصادم مباشر بينهم، وكما توقعنا لم يتفقوا على أول بند لهم، وهو إيصال المساعدات. ولا نكذب إن قلنا إننا كنا ندرس نفسيات كل المتحاورين في أديس، وخاصة المؤتمر الوطني. التوقيع على خارطة الطريق المذكورة أتى بدون دراسة من الجميع. المؤتمر الوطني كان يظن بأنه سوف يملئ شروطه على قوى نداء السودان، ونداء السودان أو ما يمثل حركة قطاع الشمال وحركة دارفور يعولون على المجتمع الدولي الذي ضغط عليهم بالتوقيع على خارطة الطريق، ولذلك تم التعنت من الجانبين في أول بند، وهو كيفية وصول المساعدات للمتضررين. ولقد اختلفوا، والخاسر الوحيد هو الشعب السوداني، لأنه ينفق على هذا الحوار من دمه وهو لا يجد قوت يومه. والخاسر الوحيد المهمش في النيل الأزرق ودارفور وكردفان، الذين لا تصلهم المساعدات وتؤلمهم الحرب يوميا. ولقد توقعنا هذه النتيجة. الآن إننا نقول للشعب: لا تعولوا على هذا الحوار، لا تعولوا على هذا الحوار، وعليكم إيقاف هذه المهزلة، وأنتم الوحيدون القادرون على إيقافها. عليكم أن تقولوا لا للفساد. هذا الحوار يؤسس للفساد. البلد بأكملها أصبحت فسادا. إننا مع إيقاف الحرب، إننا مع إيقاف الحرب ومع إيصال المساعدات للمتضررين ومع التنمية، ولكننا متأكدين من أن هذه الأمور لن تحدث في ظل الفساد. ما لم نقطع دابر الفساد لن تحدث تنمية ولن نصل إلى اتفاق. أما الآن لو حصل اتفاق لن يدوم طويلا. ده لو حصل اتفاق لا يدوم طويلا، ولن تحدث تنمية. ليه ما تحدث تنمية؟ حتى لو حصل إيقاف للحرب وحصل اتفاق لن تحدث تنمية. كما توقع المواطن أن تكون هنالك تنمية بعد أن تحول الأموال التي تصرف على الحرب إلى التنمية. لكن هذه الأموال التي تصرف على الحرب الآن، إذا وقفت الحرب الآن لن تحدث تنمية، لأن كل الأموال التي تنفق على الحرب سوف تتحول إلى جيوب الفاسدين. إذا أردنا الحل كما ذكرنا من قبل، الحل واضح: محاربة الفساد والرشوة والمحسوبية. إذا حاربنا تلك الرذائل سوف نحقق السلام الدائم والتنمية. أيضا على الشعب السوداني عامة أن يضع في حسابه فشل هذا الحوار، لأن إعلام المؤتمر الوطني والقوى المشاركة في الحوار قد زينوه وألبسوه ثوبا ليس له، ومن المفترض أن يملك المواطن الحقائق فيما يدور. ولا أحد عاقل يرفض الحوار، ولكن الحوار بصورته الحالية لا يجدي نفعا للبلد ولا ينفع المواطن بشيء. كل ما ينفعنا هو محاربة الفساد والفاسدين من أجل التنمية، ومن أجل رفعة السودان، ومن أجل وضع السودان في موضعه الأساسي الذي كان عليه وأحسن. ولذلك علينا أن نعمل جميعا من أجل إعادة الحقوق إلى أصحابها من دون حوار ومن دون، لأن كل المتحاورين، أو إننا قرأنا الساحة السياسية الآن، كل المتحاورين هم منتفعين، لا يعملون إلا من أجل السلطة. لا يهمهم مواطن، ولا يهمهم مهمش، ولا يهمهم شيء إلا السلطة. ولو الآن وصلوا للسلطة سوف يكونون مثل المؤتمر الوطني وأسوأ، باحتمال يكون أسوأ من المؤتمر الوطني بكثير. ولذلك علينا محاربة الجميع، محاربة جميع المفسدين والفاسدين في الأرض السودانية، لنرجع إلى طبيعتنا التي كنا عليها في السابق. كنا نحن الرواد في العالم العربي والأفريقي، والآن نحن أسفل الأسفلين. الشعب السوداني شعب يعني له عزة وكرامة، شعب واعد ومتعلم. الشعب السوداني شعب ليس مثله في الشعوب العربية والأفريقية، ولكن هذه الحكومة والأحزاب التي
تحاور الحكومة الآن كلهم تسببوا في نكسة الشعب السوداني وفي نكسة السودان الوطن الكبير. ونعلم جميعنا أن السودان قد قسم بمثل هؤلاء المتحاورين. في نيفاشا تحاوروا بنفس التحاور وقسموا السودان، والآن ناس نداء السودان أو الحكومة يريدون أيضا تقسيم السودان، يريدون تقسيم دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان أو جبال النوبة، يريدون تقسيمها والسودان ليكون دويلات صغيرة بدلا من السودان الواحد الموحد الذي تركه لنا أجدادنا. ولذلك علينا أن نحارب الفساد ونحارب المحسوبية ونرجع الحقوق إلى أهلها، وأولا نحقق العدل، بعد ذلك نتأكد سوف يكون في حوار وحتكون في تنمية، حيكون في سلام دائم في السودان. لكن ما لم ينتهي الفساد والمفسدين والمحسوبية لن يكون هنالك تنمية ولا حوار ولا سلام دائم في السودان، وغدا ناظره لقريب.